سعادة النائب خميس عطية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الرئيس المحترم. باسم كتلة إرادة والوطن الإسلامي هذه الكلمة من هنا من منبر الشعب أتوجه بالتحية لجلالة الملك على جهوده ومواقفه القوية في مواجهة العدوان الصهيوني على غزة، فكان وقف العدوان أولوية لجلالته طيلة فترة العدوان. كما نشكر جلالة الملك رانيا العبد الله التي استطاعت تغيير في الرأي العام العالمي لصالح وقف العدوان، بل وتغير السردية الإسرائيلية لصالح الحق الفلسطيني. كما نتوجه بالشكر إلى ولي العهد الأمير الحسين على جهوده الإغاثية، والأميرة سلمى التي شاركت في الإنزالات الجوية لإغاثة أهل غزة، والشكر للهيئة الخيرية الهاشمية. شكرا للشعب الأردني، وتحية لقواتنا المسلحة وسلاح الجو على إيصال المساعدات الدوائية والإغاثية لأهلنا في غزة. والشكر أيضا لوزير خارجيتنا أيمن الصفدي الذي قدم أداء قويا في مواجهة العدوان. من هنا أتوجه بالتحية إلى أهلنا في غزة، بل أتوجه لهم بالتهنئة على صمودهم وهزيمتهم للصهاينة وجيشهم النازي وحكومتهم النازية. واليوم لدى الجميع في هذا العالم، على الجميع في هذا العالم تقديم المساعدات والكرفانات الجاهزة بشكل فوري، ثم البدء بإعادة الإعمار وتقديم كل ما يلزم لإعمار البنية التحتية أولا، ثم المنازل لأهلنا في غزة. كما أطالب من جميع مؤسسات المجتمع المدني تقديم دعوة في كل بلدان أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا ضد أي جندي صهيوني يدخل أي بلد أجنبي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. أما نتنياهو فإنه لا يستطيع دخول أي بلد موقع على اتفاقيات روما والتي تتجاوز 120 بلد، لأنه سيتم اعتقاله وتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية. وشكرا سعادة الرئيس.